هاي. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. هاي الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني ازيك؟ دي عندي مشكلة عامة. خطوة السفر مغامرة كبيرة. اخدت كورس الصفا، يعني كانوا بيقولوا يلا نمتحن، فقلت طب ما اجرب. اللي كانت أول دفعة يطبق عليها النظام ده. أنا لما جيت مصر قلت همشي. قلت ادخل كده اجرب ونجحت. يعني كان في ناس كتير بتستقيل، ناس كتير مش بتكمل، ناس كتير بدات تسافر. انت زعلانه لما ترجعي؟ ما بالك لما تكون طبيبة في بلد جديدة بعيدة عن أهلها؟ انا كنت خايفه جدا جدا ان انا اجي هنا لوحدي. بس أنا بالنسبة لي هو عادي، أنا اتغربت قبل كده I've been through worse، فيلا مش مشكلة. ما كانتش يعني مرعبه قوي بالنسبه لي، بس اللي هو بقى ايه، ان انا هنا for long term. ده كان حلم الطفولة بتاعي حقيقة. ده بلد جديده، بس انت مش رايح شهر او مش رايح اسبوع، انت رايح تعيش هناك. جمعنا طبيبات مصريات موجودين في انجلترا. انا فانسيه غالي، دفعه 2016 منصوره مانشستر بروجرام. أنا سلمى شكري، يعني جامعة منصورة مانشستر، دفعة 2017، بقالي هنا في إنجلترا 6 سنين. اسمي دانا، جامعه قناه السويس اسماعيليه، دفعه 2017 2018. اسمي آلاء الدسوقي، خريجة 2015 كلية طب جامعة المنصورة. اسمي نسمة طب الزقازيق، دفعة 2019. من تخصصات مختلفة كتير وفي مراحل مختلفة من الكارير بتاعهم. انا حاليا اوبسن جايني، سينيور كلينيكال فيلو، ريجسترار. GP Special Interest Pediatrics Dermatology. اخصائي طب نفسي. ميديكال ريجسترار في بلاك بيرن. حاليا CT1 Psychiatry. علشان يحكوا لنا التجربة بكل تفصيل. تبقى زي محمد صلاح اقول لك ضحيت بشبابي ومش عارف. انت اول ما بتحجز تذكره رايح، بس مفيش تذكره عوده. ده كان بقى موقفني في حاجات كتير ومخليني ان انا باجي على نفسي قوي. من أول ما أخدوا قرار السفر ولحد النهاردة. ما كنتش عارف حد في UK عايش مثلا بقاله مده، فما كنتش عارفه ايه الاكسبكتيشنز ان انا عايش هناك ازاي. إيه المميزات اللي قابلوها وإيه العيوب اللي كان لازم يواجهوها. فأنا بيسكلي كنا نمنا على البلاط، يعني أنا وزميلتي اللي كانت معايا، كانت أسوأ يوم في حياتها. معرفش، يمكن انا بحب افوكس اكتر على الحاجات الكويسة. أنا أحمد بدر ودي حلقة جديدة من The Doctor's Mess. السؤال الأولاني، ليه أخدتي قرار السفر؟ هو أنا عمري كنت عايشة في مصر، فأنا لما جيت مصر قلت همشي. يعني الفكرة من أول يوم وأنا في الجامعة إن أنا مش هكمل في مصر، بس حاولت بقى أكمبير ما بين أمريكا وUK. اخترت UK في الآخر عشان أولا هي أقرب لمصر، فكنت دايما بفكر لو حصل أي حاجة هعرف أروح أسرع بكتير. ثانيا لما رحت أمريكا الدنيا شوية مش فريندلي قوي، competitive شوية، فكنت حاسة إن هو الستريس هيبقى أعلى. US هيبقى فيها الغربة أصعب شوية، فحسيت لأ let's go with the UK يعني. قبل ما أخلص جامعة كنت عاملة الآيلتس وبعدين عملت بلاب على طول ومشيت على طول، يعني ما كملتش طبعا فترة الامتياز لازم تقعدها غصب عنك، بس أنا قضيتها في أمريكا شوية منها يعني، وبعدين يعني على طول استلمت التكليف سبته ومشيت. سافرت ليه؟ عشان كنت حاسة بصراحة ان انا عايزة experience اكتر في الطب النفسي، يعني خصوصا انه الطب النفسي لسه زي ما بيقولوا هو growing science يعني، فكنت عايزة اشوف الناس دي بتقول ايه. فانا قلت طب ما اجرب. جيت هنا ازاي؟ فانا جيت هنا امتحنت معادلة بريطانية اللي هي بلاب، وبدأت من 2019. فالOET كان لسه بقاله 2-3 فقالوا طب ما يلا نجرب نمتحن OET. فقلت ادخل كده اجرب ونجحت، فقلت الله يلا بينا. المفروض انه بلاب وقت ما انا امتحنته كان الناس بتخلص في سنة ونص، انا قعدت 4 سنين. ما كانتش يعني، كانت رحله لذيذه بس ما كانتش سهله بصراحه خالص يعني. انا اول ما بدات كنتش عارفه غير الخطوه اللي بعدها، يعني بدات OET، فكان كل تركيزي ان انا طب ايه الامتحان اللي بعده، وبعدين خلصنا بلاب 1 ايه الامتحان اللي بعده، لحد ما لقيت نفسي المفروض اعمل GMC registration، وبعدين بدات اقدم بقى على وظائف. طبعا انا ما كنتش جونيور لاني كان بقالي 5 سنين شغاله في مصر، فقلت اما اجرب اقدم على ميدل جريد. ما كانش ده طبعا قرار سهل، وبيقولوا لي هتقعدي تقدمي كذا ابلكيشن ومش عارف ايه. انا بالظبط عملت 9 ابلكيشن، 6 منهم اتقبلت فيهم انترفيو، يعني اتقبلت في 3 وظائف، وكنت بقارن بقى ما بينهم وموقعهم الجغرافي وكل ده يعني. حسيت انه انا لو امتحنت MSRA ودخلت تريننج من اوله مش عارف، حسيت انه مش عايزه اعمل ده، عايزه امتحن مثلا امتحانات اللي هي الزماله اللي هي MRC Psych، وبعدين ممكن اقدم هاير تريننج. ليه خدت قرار السفر في الاول؟ يعني هو كان كذا حاجه، من ضمنها ان انا كنت عايزه اشتغل في سيستم، يعني يبقى فيه سيستم الى حد ما، وانه سيستم يحميني والحياه برضو يعني كانت بدات تبقى صعبه شويه في مصر يعني بالنسبه لي، فاخدت قرار السفر يعني.
سافرت ازاي؟ عملت عادي ايلتس بلاب، وبعد كده جي ام سي ريجستريشن، وبعد كده كانت الجوب ابلكيشن. في الاول الدنيا كانت صعبه شويه، وبعد كده جه الكوفيد فانا بطلت اقدم في فتره الكوفيد دي. وبعد كده بقى جيت على اللي هو البروجرام اللي جيت على ميديكال انترن بروجرام. ده كان بروجرام كان فيه افيليشن ما بين مانشستر يونيفرسيتي وجامعه المنصوره. كان روتيشنال جوب، يعني 6 شهور في كل تخصص. وبعدين عملنا اللي هو دبلومة تبع مانشستر يونيفرسيتي، وبعد كده اخدت سنه تيتشنج فيلو، وبعد كده بقى الاوبشن جاي باختصار. قرار السفر ده كان بلان بي بالنسبه لي لو انا ما عرفتش اخد نيابه الجامعه اللي انا عايزاها. يعني كان في ناس كتير بتستقيل، ناس كتير مش بتكمل، ناس كتير بدات تسافر، فحسيت انه اوبشن ان انا يعني اتس ا سيفر اوبشن بالنسبه لي ان انا ادور على طريق السفر. كانت مور اوف الدايجنوز اوف اكسكلوجن، انا كنت بحاول اشوف ايه الاوبشنز المتاحه. سافرت بالبلاب او اي تي، بلاب 1 بلاب 2، وقدمت على وظايف هنا في 2020. اول وظيفه جات لي في بلاك بيرن كان جي سي اف روتيشنال في الميديسن، ومن ساعتها فضلت في بلاك بيرن ما طلعتش منها. انا كنت مولوده في السعوديه، قعدت هناك 16 سنه. جيت هنا على الجامعه ما كنتش عارفه اتاقلم، وانا مش عارفه اتعامل مع الحياه في الكليه من وانا بادئاها، وانا موضوع السفر ده في دماغي اصلا. كان انا واختي نفس النظام، واختي كانت ابتدت تاخد الخطوات. انا صراحه بديتها بس مش بنفس السرعه، يعني انا بديتها في امتياز بس احنا الامتياز بتاعنا كان في سنه الكورونا. اكتئبت اصلا من الحبسه والقرف ده، وما كنتش عايزه اذاكر اصلا ولا ابتدي في اي حاجه. يعني حصل لي بقى حوارات اصلا في الاو اي تي ده لوحده. راحت على سيرفيس جوب على حظي. كل ما كنت بفتح الموقع ابص على اي حاجه جونيور كلينيكال فيلو، سينيور كلينيكال فيلو، ما بلاقيش. المنافسه كانت مش طبيعيه الصراحه. انا بصراحه ما مليتش كتير، اللي هو اخري كده على 40 45 كده، لقيت ان مفيش محدش بيعبرني اصلا ولا اي حاجه. قلت خلاص احنا خلينا في سكه الام اس ار اي. جبت الكريست فورم، طبعتها وعملت الخطوه دي، وخلاص انا معايا الكريست فورم، اعمل بيها ايه؟ وبعدين سالت اختي، قالت لي استني يبعتولي ايه؟ ثم ما يعرفونيش. يبعتولي ازاي؟ رحت مدوره بقى على اي ابلكيشن سايكايتري املاه، والحمد لله مليته، والحمد لله طلع صح. اول ليله في يوكي كانت عامله ازاي؟ اول ليله خالص لوحدي، قعدت كده انا ايه اللي جابني هنا اصلا، انا بعمل ايه هنا؟ وبعدين لقيت نفسي فجاه، يعني حسيت شعور اول مره احسه ان انا لوحدي بجد، انا لوحدي خالص. فبدات طبعا اعيط وانا مش عارفه انا بعيط ليه. فوقتها كلمت اهلي طبعا في مصر وكده، ان هم بس يكونوا معايا على التليفون، وانا بقول لهم انا كويسه، انا مش عارفه انا بعيط ليه، بس انا كويسه، انا حاسه انه عندي مشاعر انا مش عارفه اقول ايه المشاعر دي، اللي هي طلعت بعدين ان هي مشاعر الوحده او الغربه، بس انا ما كنتش اختبرت ده في حياتي خالص. فده كان بالنسبه لي حاجه مفاجاه، بس كانت صعبه، يعني كانت صعبه في الاول، especially في اول سنه، لانه الشعور ده كان بيفلكتويت قوي، يعني بيطلع وينزل. في اول سنه دي كانت صعبه يعني بصراحه قوي قوي يعني. بس عارفه لما تعدي اول سنه وبعدين تدخل في ثاني سنه، وبعدين تقعد كده ترجع راسك لورا وتقول يا خبر ابيض. يا خبر ابيض. فاول سنه دي كانت صعبه جدا. كانت ليله غريبه شويه، والشقه كانت فاضيه خالص، ما فيهاش اي حاجه، واحنا بقى ما عملناش حسابنا ان احنا هنروح لشقه ما فيهاش حاجه. فلو بيسكلي كاننا نمنا على البلاط، يعني انا وزميلتي اللي كانت معايا. بس انا بالنسبه لي عادي، انا اتغربت قبل كده، I've been through worse، فيلا مش مشكله. كانت مصدومه جدا. هي كانت اسوء يوم في حياتها. كانت صعبه شويه الصراحه. بس هو انا جيت ايام الجامعه كان عندنا اللي هو الالكتيف بليسمنت، يعني جيت شهرين وعملت زي اتاتشمنت كده 3 شهور. فجيت 3 شهور برضه كنت لوحدي بقى خالص، معيش اي صحاب. بس اللي هو بقى ايه، ان انا هنا for long term، وبعدين دي اول مره بتحجز تذكره رايح بس مفيش تذكره عوده. فممكن كنت في شوك الاول، اللي هو ايه ده، هو انا هو بجد كده خلاص مش عارفه ايه. بس ما كانش الموضوع اللي هو دراماتيك زي ما الناس بقى بتقول ايه ده وانا في الغربه وبتاع. ف it took some time to actually realize ان الواحد فعلا في غربه. بتيجي بقى المناسبات، بتيجي بقى رمضان، الحاجات بقى اللي بتبتدي تحس انه انا فعلا في غربه، انا محتاجه اهلي. بس زي ما بقول لك، يعني ان الواحد يبقى معاه سبورت سيستم حواليه، ده بيهون حاجات كتير قوي يعني. فان تفنت ده اوت مع ناس حواليك بيبقى اسهل من ان الواحد بقى يكلم اهله ويقول لهم يا ده اصلا انا وعملوا يعني ما بيبقاش عايز يقلقهم. في الاول وفي الاخر السفر ده بيبقى اختيار، وانا عارفه ان في ناس بتبقى مجبره على السفر، بس هي ستيب محدش بيجبر عليها حد قوي، يعني اللي هو طب ما انت زعلانه لما ترجعي.
انا لما شفت السؤال ده اكشلي ما افتكرتش اول يوم افتكرته بس ان هو كان بالليل وكان برد وكانش معايا الحاف والست صاحبه البيت جابت لي وهي جايه خدتني من الستيشن. بس انا فاكره اول يوم في الشغل it was scary, it was very scary. انت رايح سيستم جديد، رايح مجتمع اصلا جديد مع graduates من UK. اعتقد فكره ان انا اعيش I wasn't processing قوي ان انا نقلت خلاص هنا و I'm gonna live here. بس لما بدات الشغل ده كان اول يوم، كان actually يعني دي اكتر حاجه memorable بالنسبه لي. it was very very scary اول يوم. كان في مشاعر مختلطه. انا كنت مبسوطه الصراحه بالاندبندنس والمكان كمان. يعني ان هو الفيو لما ببص من الشباك فيه خضره وحاجات جميله كده. بس في نفس الوقت اللي هو متأذية شويه انه المكان انا حاساه برضو مش نظيف بالشكل اللي انا عايزاه. فاللي هو عملت حمله تنظيف ديب كليننج كبيره قوي، وبعدين جه حد ركب السرير اللي احنا طالبينه. بس في نفس الوقت عندي شغل تاني يوم، فخلاص يعني هعمل ايه. ايه الحاجه اللي اكتشفتيها عن نفسك بعد السفر؟ وانا كنت طول عمري حد اللي هو هادي، مش بتاثر بسرعه، فهي ريمين ذا سيم، بس بقت يعني 10 times more، يعني اللي هو يلا مفيش مشكله يعني كل حاجه عادي. بس بتخليك طبعا اندبندنت، تحمل مسؤوليه اكتر. فدي كانت اكبر حاجه. I think يعني everyone would agree على نفس البوينت دي. هو انا ما عشتش لوحدي. كنت دايما معايا حد من صحابي. شويه طلعت جيرموفوبيك شويه في البيت، دي الحاجه ما كنتش اعرفها يعني عشان كل حاجه كانت ماما بتعملها. دي الحاجه الوحيده. اكتشفت فعلا، ادركت يعني في فرق بين انك عارف شيء عن نفسك وما بين انك فعلا يعني تدركه بقى ان هو حقيقه. يعني انه انا ريزيلينت قوي، يعني مرنه كده شويه. يعني مهما بيحصل مثلا فبلاقي حل، بعرف اخدها على دماغي مثلا. فاللي هو لا ده احنا هنحاول تاني، طب يلا كده. حاجه وحشه مش هقول وحشه يعني، بس انا بقيت anxious اكتر، بقيت قلقانه اكتر. ده لا يتعارض مع ان انا النيرفس سيستم بتاعي اهدى، بس القلق بتاع فكره ان كل حاجه جديده، انا مش عارفه مدى التوليرنس او السماحيه بتاعه الغلط هنا عامله ازاي. كان عندي رعب وفزع فظيع، يعني انه اكيد هيحصل لي حاجه وانا لوحدي. دي طبعا اكتشفت انه دي حاجه خرافه يعني. بالعكس انا اتبسطت. انا مجربتش الناحيه التانية عشان اقول لك ايه الاحسن، بس انا كنت حاسه ان انا مكبره الموضوع قوي. الناس بتقول مثلا انت ممكن تتعرض لعنصريه، سبيشالي ان انا مثلا محجبه او شكلي اصلا يعني مسلم او كده. انا ما قابلتش ده غير يعني حاجه بسيطه قوي 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 يعني. بس يمكن بتعرض لحاجات، بس انا مش حاجات ما بتبقاش واضحه بالوضوح اللي هو يعني من تحت لتحت. فبكرر اللي هو ايه، قشطه مش مشكله. مش عارفه ده حاجه كويسه ولا وحشه، بس I think انا I was more spoiled في البيت. يعني انا في الجامعه كنت في اسماعيليه، يعني بابا وماما كان موجودين على طول معايا، they looked after me، وانا اصلا من بورسعيد. فيعني ففكره ان انا اجي كده وابدا لوحدي all over it was a challenge. بس في نفس الوقت حسيتها حاجه يعني it makes you different. بحس ان انت الاكسبكتيشنز بتاعتك بتختلف، وبعدين الريزيلينس بتاعك برضو بيختلف. انت في مصر يعني بتحس ان انت في دوامه، انت هنا في بيجر دوامه، بس انت actually you have the option. اي جزء انت هتضطر تدخل في انهي دوامه دي انت اللي بتختارها. في مصر we don't، احنا يعني we waste a lot of time عشان احنا بنبقى مضغوطين، سواء مثلا عشان نشتغل عشان نجيب فلوس او عشان نخلص ماستر. هنا يعني you make your own choices، وهتكمل في الدوامه دي، بس it's your decision، you can stop it. بقى عندي resilience اكتر بكتير من لما كنت في مصر، وشايفه دي حاجه كويسه يعني it's a beneficial skill بالنسبه لي. لحد دلوقتي شايفاها حاجات ايجابيه. يعني انا شايفه ان انا بقيت اندبندنت اكتر كتير من زمان. يعني فيها حته اندبندنس، وما بحبش ان حد يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه والحاجات دي، لدرجه ان انا بقى اللي هو ايه، ابقى حاسه ان انا فعلا اقدر اعتمد على نفسي في كل حاجه. دي يعني ما جربتهاش غير هنا. حاسه ان انا عندي مساحه اكتر ان انا ابقى على طبيعتي، طالما انا راضيه عن اللي بعمله، ماشي مع معتقداتي وكل حاجه زي الفل، خلاص. ايه اكتر حاجه وحشاكي في مصر هنا؟ اهلي طبعا. اهلي وصحابي. وفكره الخروج بعد الشغل هنا، كل حاجه مثلا بتقفل على الساعه 5 6 كده، فبتبقى انت والطبيعه. ففي مصر كده فايبس او معرفش، بس انا بحسها كل ما بروح مصر. يعني انت مشغول طول الوقت. دي حاجه حلوه وحاجه وحشه في نفس الوقت. يعني حاجه حلوه انه انت مشغول ومع عيلتك وكونتيند كده وبتاع. حاجه وحشه انك مش مايندفول، يعني مش عارف تركز، دايما جهازك العصبي عصبي جدا. دي حاجه حلوه هنا، انه انا هديت او جهازي العصبي بقى شويه ريجوليتد بشكل ما كده. مفيش زحمه، مفيش يلا نعمل كذا كده. فدي حاجه اللي هو ليها وشين.
يعني اعتقد ان الناس اكيد جاوبت على السؤال ده. الاهل الاهل والاكل طبعا بس مينلي الاهل يعني. يعني الصحاب الواحد عمل صحاب هنا وكده، بس الصحاب والعشاء روح مصر برضه الواحد ما يقدرش، يعني ده كلام كليشيه قوي بس صوت الأذان. يعني أنا حاسة إنه دي بجد من الحاجات اللي أنا لسه مش حباها هنا خالص، إن أنا ما فيش صوت الأذان، مش بسمعه خالص. ماما، بابا، خالتي، تيمون الكلب بتاعي، واخويا طبعا. لا يعني صحابي طبعا برضو، صحابي في مصر يعني من الناس الحاجات، يعني في رايت بيبل بس هم مش موجودين معايا دلوقتي، فحاسه ان انا محتاجه الرايت بيبل في الرايت بليس، بس يعني مش هناخد كل حاجه.